عيد وطلعنا خلصنا رمضان وزهقنا من الفراخ واللحمه. يلا نعمل اكلة سمك بقى النهارده كده تحفه. معايا هنا سمكية زي ما انتوا شايفين كده، ممكن تستخدموا اي نوع سمك انتوا تفضلوه. تمام، هنبدأ مع بعض نعمل التتبيله. معايا كام فص توم كده في الخلاط بس ههرسهم الاول، وكمان فلفل حامي وفلفل رومي وكرفس، وكمان هحط التوابل ملح وكمون وكزبرة بس كده، ومعلقه توم باودر كمان كبيره. هضربهم كده في الخلاط. طبعا حطيت عصرت حوالي ليمونتين او 3 او 4 براحتكم. هنا عشان نعمل بقى صينيه السمك عندنا بطاطس وجزر وفلفل وبصل، وخدت معلقه كبيره قوي من التتبيله اللي عملناها مع بعض في الخلاط وقلبتها كويس جدا، وكمان شويه زيت معاهم وورقه اللوري. السمكيه اهي القمر بتاعتنا. هنبتدي نشرطها كده اهو زي ما انتوا شايفين، وهنعمل بالعكس الناحيه التانية اهو كده. فتحناها كده زي ما انتوا شايفين. هنبدا بقى ايه، نجيب كده شويه من التتبيله ونحط في الفتحات دي اهو بالشكل ده. نبدا نحط كده في كل الفتحات اللي فتحناها من بره، وبعدين السمكيه بقى من جوه فتحتها كده على قد ما قدرت، لان انا ما كنتش عارفه ان انا اعملها سنجاري. انا قررت القرار ده بسرعه، كنت هقلي كله بس دي عملتها سنجاري عشان كده مفتوحه من البطن عادي. تمام، بعد كده حطيت بقى كميه حلوه قوي من التتبيله عليها من جوه، وبعدين جزر مبشور وفلفل كمان وليمون، شرايح ليمون كده اهو. خطيره يا جماعه بجد، الخضار اللي تحت السمك مع التتبيله اللي في السمك دي بصراحه طعمها كان روعه. هنا بقى التانية اللي هنعملها مقلية. جبت سمكية برضو قطعتها كده اهوت شرايح زي ما انتوا شايفين، الحجم اللي انتوا عايزينه، واي نوع سمك برضو انتوا تحبوه. ده هنعمله مقلي عادي. نزلت عليه برضو كمية حلوة قوي من التتبيلة، وابتديت ان انا اقلب كده فيها وسبته شوية. بعد كده هنعمل رز السمك. ركزوا بقى عشان الرز ده يا جماعة بجد خرافة وسهل جدا جدا جدا، ممكن اي حد يعمله من غير بقى ما نحرق البصلاية ونحط عليها مية مغلية ونحط فيها الرز لو ما تشوحش مع الزيت كويس جدا جدا بيعجن. اي نوع رز، اي نوع رز حتى البسمتي. بصوا شايفين البصلاية ولا محروقة ولا فاتحة، انا مخليها لونها بني. بعد كده نزلت بالرز بتاعي وكمان مكعب مرق ومعلقه من الكمون، وهحط الملح برضو. هبتدي ان انا اشوح فيه بقى على قد ما اقدر. تمام، كل ما يتشوح، وكان عندي هنا معلقه فاضله من تتبيله السمك نزلتها عليها. كل ما يتشوح كويس الرز مع الزيت كل ما يبقى اجمل، واللون كمان بتاع البصل بيبتدي ان هو يطلع في الرز. حطيت بعد كده الملح ونزلت بالميه المغليه. تمام، روعة. هغطي عليه بقى واسيبه. هنا معايا طاسة على النار فيها زيت، نار متوسطة. اي حاجة بتقلوها خلوا النار متوسطة، وما تقلبوش الحاجة دي الا لما تحسوا او تتأكدوا ان الوش اللي تحت يعتبر اتشمع تماما تماما عشان شكل الحاجة ما يبص منكم. ابتديت اهوت احط السمك، هسيبه شوية وبعد كده هبتدي ان انا اقلبه. شايفين بقى تحفة ذهبي ومتحمر كويس جدا جدا، ولا لزق ولا جرح ولا عمل اي حاجة، وكان كريسبي جدا جدا بصراحة تحفة. معايا هنا بقى الطبق هبدأ ان انا ارص فيه السمك. خلاص كده تمام. بجد يا جماعة التتبيلة ديت في اي نوع سمك هتطلع معاكم روعة اهو بالشكل ده. هبتدي اشيل الكمية كلها بقى على الطبق عندي. ما تنسوش بقى اللايك ادخلوا اعملوا اشتراك على اليوتيوب والمتابعة على الفيسبوك. اي حد يا جماعة بيشوف الفيديو ده يا ريت يعمل كده. هنا بقى اهو الرز بعد ما طلعنا السمك. الرز حرفيا مفلفل جدا، وكمان كده كان مكتوم لما اتغرف في الطبق كان مفلفل بطريقة بجد مش طبيعية. ودي صينية السمك بعد ما طلعت من الفرن. ان شاء الله تجربوهم.